السلام عليكم، صحة فطوركم، واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نرحب باللي التحقوا بيا عن جديد ونقول لهم مرحبا بكم في قناتي فكرة منزل. كما العادة والعوايد، في البداية لا ننسى أن نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد أصدقائي أعزائي المشاهدين، اليوم جبت لكم وصفة بزاف سهلة وبنينة، اللي هي وصفة البنيون بالفارينة. يجيب الفارينة محمصة ويجيب اللحظة محمصة، صدقوني واحد البنة والله ولا أروع، ويجي خفيف خفيف وسهل في الخدمة تاعو خياتي. ان شاء الله تعجبكم الوصفة نتاعي لنهار اليوم. والله العظيم راني نبذل جهد باش نجيب لكم وصفات سهلة وما تديش وقت وتقطع كمية لا بأس بها. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة خياتي. نتبعوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله. نحتاج كيلو، انا كيلت بهذه الكيلة الصغيرة، نتوما قد ما قدرتوا كيلو، حبيتوا كيلة كبيرة حبيتوا صغيرة كيما حبيتوا خياتي. كيلت كاوكاو محمص ومرحي، وهذه لكم الفارينة حمصتها درت لها في المقلة، حمصتها على نار قليلة. ونحتاجو لحظة ثاني، اللحظة نحتاجو نص كيلة. أنا كانت عندي حليب بودرة، يعني اللحظة هي البودرة، حليب بودرة. حمصوه خياتي ثاني على نار قليلة. ونحتاجو ملعقة تاع لافاني صغيرة تكون معمرة مليح. ونحتاجو حلوة بالترك. حلوة بالترك كيما تحبوا خياتي، مهم تكون كيلة تاعكم. انا درت كيلت بهذيك الكيلة لكم تشوفوا فيها عمرت حلوة بالترك. ونحتاجو سكر ناعم، نحتاجو ماشي نص كاس، قل من نص، يعني 4 كاس. ونحتاجو الزبدة. الزبدة خياتي على حسب ما تتلم لكم. انا درت هذا الكاس ما عمرتوش، وبصح تخصني نزيد، يعني نتوما ديروا كاس يكون معمر تاع زبدة ذائبة. شوفوا خياتي، حطيت الكاوكاو تاعي المحمص، قلت لكم كيلة تاع الكاوكاو محمص ومطحون، نحمصته داخل الكوشه وطحنته كيما راكم تشوفوا. خلطت له هذيك اللحظه نتاعي محمصه، حمصتها في المقله على نار قليله ونخلطها. الفارينه كيله تاع الفارينه يعني، ونحمصوها ثاني على نار قليله. ونديروا داك السكر كلاص تاعنا ونخلطوا المكونات كامل مع بعض خياتي كيما راكم تشوفوا. ومن بعد حلوة بالترك هذيك يعني نخدموها بيدينا، نفتوها مليح مليح بيدينا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نبداو نضمو بالزبده كيما راكم تشوفوا. كنبدا نلايم العجينه تاعي كامل بالزبده هكا خياتي. شوفوا كيفاش، صدقوني والله العظيم المذاق تاعها بزاف بنين. شوفوا خياتي هكايا، ميم تجي كي تخدموها وتكملوا، ميم الشكل تاعها يجي جميل وراقي واقتصاديه وما حش تديلكم بزاف الوقت. شوفوا خياتي خدمتها كامل بيديا مليح. دخلت هذيك الإيدام في الفارينه تاعي. كل فارينه كيفاش، كاين فارينه اللي تشرب كاين فارينه اللي لا. شوفوا خياتي، ومن بعد كتزيد ضفت الزبده، ذوبت هذه شويه تاع الزبده ضفتها كامل. ومن بعد نشكلوا العجينه تاعنا. انا كورتها درتها كويورات كويورات كيما كتشوفوا خياتي هكاك العجينه كامل هكايا. شوفوا خياتي، نشوف على تكور لي مازالت، نزيد لها داك ليدام نفرغوا عليها ونضم العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا خياتي. شوفوا كيفاش هكايا. شوفوا هاي تليمت لي دوكا، هاي شوفوا لكم هاي تتكور. خليتها ريحت شويه وكورتها كيما تشوفوا، درتها كويرات هكا كيما تشوفوا خياتي. كورتها ودخلوها الفريجيدير تريح على الاقل على الاقل على الاقل 3 سوايع ولا 4، وغطيوها كيما غطيتها انا. دخلتها شويه شدت روحها، من بعد غطيتها باش ما تديش ريحه الفريجيدير تاعنا. شوفوا كيفاش خياتي. ومن بعد كنت نذوب الشوكولا تاعي، نذوبوها في باماغي. الشوكولا اي شوكولا عندكم خياتي ذوبتها. ونحكم الحبات التوعين نحطهم هكا فوق الفرشيطه، وديروا لها الزيت خياتي بلا ما ننسى. ديروا لها الزيت، انا درت لها شويه الماء، يعني ما كثرت لهاش الماء تاعها سخون شويه هكاك. ومن بعد زدت لها شويه زيت باش تعطيه ذاك اللمعان. هذا ما كان خياتي. شوفوا كيفاش، هاي ليكم. شوفوا نحطوا بالحبيبه. هذوك الحبيبات ما زينتهمش، خليتهم في الاخر نديرلهم الشوكولاته البيضاء، وندير لهم حبيبه تاع جوز ولا حبيبه تاع لوز.
شوفوا خياتي هكايا، ونحطوهم قبل ما تبرد لنا نديرو فيها. انا درت شويه لوز ايفيلي، شويه فيرميسيل، وخلطت شويه شوكولا، هذيك بيبيت شوكولا نوار وبلون، خلطتهم كيف كيف واستعملتهم باش تعطي شكل جميل. كيما كنتم تشوفوا خياتي هكايا، خليتها تقطر شويه ونحطها في التبسي تاعنا، ومن بعد نضيف لها هذيك البيبيت شوكولا تاعنا البلون. قلت لكم حطيت اللوز، حطيت فيرميسيل، وانتم واش عندكم خياتي تقدروا تزينوا، كل وحده طريقه التزيين تاعها. انا كانت هذا التزيين تاعي زينت هكا بطريقه بسيطه. شوفوا خياتي هكايا، بعد ما زينتهم خليتهم ثاني تريحوا، ومن بعد نحيتهم كيما كنت تشوفوهم خياتي اللي خليتهم هكاك. درت لهم شويه شوكولا بيضاء هكا من الفوق، خطوط خطوط، ودرت لهم اللوز. كان عندي حبيبات لوز حبيبات جوز، درتهم هكايا، درتهم غير تزيين بسيط من الفوق هكايا، ما يديش بزاف وقت. شوفوا خياتي ويجوا الشكل تاعهم يجي جميل. هامليكم خياتي، شوفوا بعد ما خليتهم بردوا نحيتهم من التبسي، خليتهم بردوا، نديروهم في لي كيسات تاوعنا ونقدموهم في صحن التقديم. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم الوصفه نتاعي لنهار اليوم. صدقوني خياتي وصفه سهله 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 بالبزاف، وما تكلفكمش بزاف خياتي. نقولكم اتهلاو في روحتيكم خياتي، ما تنساونيش بالدعم تاعكم، كما يقولوا باش نقدر نواصل معكم المشوار تاعي. وان شاء الله تكون الوصفات نتاعي في المستوى، وان شاء الله وصفاتي تنال الاعجاب تاعكم خياتي. ونقول لكم تهلاو في روحتكم، ونتلاقاو في الخير ان شاء الله مع وصفات اخرى ان شاء الله. ونقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، الى الملتقى ان شاء الله، مع الف سلامه.